الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فما أكثر خصال الكمال والجلال في محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الواحد منا يشرف بواحدة أو اثنتين من خصال الكمال والجلال، فما ظنك بعظيم قدر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمعت فيه كل هذه الخصال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والقرب والشفاعة والوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والرحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسول والكوثر وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وشرح الصدر ووضع الإصر ورفع الذكر وعزة النصر والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وصلاة الله تعالى والملائكة والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم ونبع الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر والنصر بالرعب وظل الغمام وتسبيح الحصى والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. ولا يخفى على أي مسلم ما لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهمية كبرى في حياة المسلمين، إنها الينبوع الصافي لطالب الفقه والدليل الهادي لباغي الصلاح والمثل الأعلى للأسلوب البليغ والدستور الشامل لكل شعب الخير. ولقد كان سلف هذه الأمة يدركون ما لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آثار حسنة في تربية النشء وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام، فمن ثم كانوا يتدارسون السيرة النبوية ومغازيه صلى الله عليه وسلم. ومن درس سيرته صلى الله عليه وسلم وأعطاها حقها من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ عجيب استعلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئات المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي، وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمنتها. والسيرة النبوية من أشرف العلوم وأعزها وأسناها هدفا وأعلاها مطلبا، بها يعرف المسلم أحوال دينه ونبيه وما شرفه الله تعالى به من أرومة الأصل وكرم المحتد، ثم ما أكرمه به من اختياره للوحي والرسالة وحمل عبء الدعوة إليه وإلى دينه، ثم ما قام به صلى الله عليه وسلم من بذل الجهود المتواصلة وما عاناه من البلاء والمحن في هذا السبيل وما حظي به بجنب ذلك من نصرة الله وتأييده بجنود غيبه المكنون وملائكته البررة الكرام وبتوجيه الأسباب وإنزال البركات وخوارق العادات وغير ذلك مما لا يقادر قدره. والسيرة النبوية هي الصورة السلوكية العملية للرسول صلى الله عليه وسلم
من خلالها يستطيع المسلم أن يتعرف حياته صلى الله عليه وسلم ويتمثل هذه الحياة فكرا في عقله وشعورا في وجدانه وعملا مطابقا يظهر على جوارحه. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد اشتملت هذه الآية على 3 مسائل هامة. الأولى: اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة وحده وقصرها عليه، وهي تؤخذ من طريق الحصر. الثانية: أن هذه القدوة للمؤمنين بالرسول لهم وحدهم. الثالثة: تقييد الأسوة بوصف الحسنة. فأما المسألة الأولى فإنما قصرت القدوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مناط الرسالة وموضع الوحي، والله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته. ومن كان هذا حاله فلا بد أن يكون في معدنه وجبلته الاستعداد الكامل لنقل ما يتلقى عن ربه إلى الناس من غير نقص أو زيادة. وهذا يقتضي أن يكون فيه من المواهب النفسية والعقلية ما لا يكون عند الآخرين، بحيث يقدر على نقل ما يوحى إليه فلا ينسى منه شيئا. فبهذه المواهب وبذلك الاستعداد استحق أن يكون للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم درجة لا يستحقها غيره، فضلا عن أن يكون ممكنا أن ينالها تلكم هي العصمة. وإذا كانت هذه الدرجة قد فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلق بعامة، فقد فضل بها على الأنبياء بخاصة، لما ناله من شرف السبق بالفضل على إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بكونه وارث النبوات كلها ومصدقا لما بين يديه من الكتب وخاتم النبيين. وقد أخذ ربنا تبارك وتعالى الميثاق عليهم أن يؤمنوا به وينصروه إن هم أدركوه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهناك حكمة عظيمة من قصر القدوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إسباغ الطمأنينة على قلب المسلم في أن ما يتأسى به فيه لا يحوم حوله الخطأ ولا يتطرق إليه الشك، لكون المتأسى به محل العصمة. وهذه الطمأنينة لا تتحقق لهذا الإنسان لو لم يكن المتأسى به معصوما. فإن قام في صدر المسلم تعظيم إنسان آخر مثله ورآه أهلا أن يأخذ عنه علما، ثم رآه يقارف أمرا لا يليق بعلمه، فإنه حينئذ لا يعظم عنده أمره، ولا يرى إلا بشريته المجردة التي يكون منها الخطأ كما يكون منها الصواب. ثم لا يكون هذا السوء الذي رآه من ذلك المقتدى به حاملا له على ذم الطيب من قوله وفعله ومساواته بالسوء الذي وقع منه، فإنه ليس إلا بشرا مثله، والعصمة لا تكون إلا لنبي ورسول. وقد أكرم الله هذه الأمة بأن بعث فيها نبيا من أنفسها يزكيها ويعلمها ويهديها. المسألة الثانية وهي أن هذه القدوة للمؤمنين وحدهم، ذلك قوله سبحانه: لقد كان لكم، وقوله أيضا:
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهي كرامة من الله تعالى لهم، فقد استحقوا هذا بإيمانهم الذي به يرجون الله نجاتهم. أما غيرهم ممن خالف عن طريق الإيمان فمحروم هذه النعمة العظيمة عقوبة على خلافه عن طريق الإيمان، فلا يصيب بذلك إلا الشقاء الدائم. ومن أعظم الشقاء ألا ينال شرف الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يخلص من هذا الشقاء كله إلا بأن يسلك نفسه في نظام الإيمان ويسلم قياد نفسه وقلبه لهدى العزيز الرحمن. وإذا عجز فرد أو أفراد عن التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الأمة آخرون يحققون في أنفسهم شرف هذا الاقتداء. وإذا أصاب الأمة في مجموعها وهن عن القيام بشرف التأسي والاقتداء، فسوف يبقى قدر من القدوة فيها لما استقر فيها من بقية إيمان تنال به شرف التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ويقوى هذا التأسي والاقتداء ويضعف بقرب الزمان وبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن أشرف القرون وأفضلها القرون الثلاثة الأولى، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، متفق عليه. غير أنه صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أنه سيكون في هذه الأمة قوم لم يروه، ينال الواحد من الأجر ما يناله 50 يعملون بمثل عمله، كما أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وصححه الألباني. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه يجدون على الخير أعوانا، أما أولئك فلا يجدون على الخير أعوانا. من هذين النصين يظهر لنا أن تحقق القدوة للرسول صلى الله عليه وسلم في الناس المؤمنين لا يكون بمجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بالتمسك بالوحي الذي أنزل عليه، والاهتداء بالهدي الذي أبان به الحق ومازه من الباطل. وتحقيقا لهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه الحاكم وهو صحيح بشواهده. المسألة الثالثة: تقييد القدوة بوصف الحسنة، وهذا ظاهر من قوله سبحانه: أسوة حسنة، وهو وصف يخرج غيره من الأوصاف، وكأن النص فيه الذم لهذا الغير، وإن كان لم يصرح به فقد فهم من القيد حسنة، كما فهم أيضا من سياق الآية كلها، إذ إن الآية جعلت القدوة في رسول الله ثم جعلتها نعمة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال الزهري رحمه الله: في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة، فيجب كتبها
والحفظ لها. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال الشيخ أبو شهبة رحمه الله: إن خير ما يتدارسه المسلمون، ولا سيما الناشئون والمتعلمون، ويعنى به الباحثون والكاتبون، دراسة السيرة المحمدية، إذ هي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب، وآصل مدرسة تخرج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات، الذين قلما تجود الدنيا بأمثالهم، ففيها ما ينشده المسلم وطالب الكمال من دين ودنيا وإيمان واعتقاد وعلم وعمل وآداب وأخلاق وسياسة وكياسة وإمامة وقيادة وعدل ورحمة وبطولة وكفاح وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة والمثل الإنسانية الرفيعة والقيم الخلقية الفاضلة. ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فكان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والبطل المغوار والسياسي الداهية والعبقري الملهم والعالم العامل والفقيه البارع والعاقل الحازم والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمة، والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهبا، والزارع والصانع اللذان يريان في العمل عبادة، والكادح الذي يرى في الاحتطاب عملا شريفا يترفع به عن التكفف والتسول، والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة، والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا من التعفف. وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا كانوا الأمة الوسط، وكانوا خير أمة أخرجت للناس. إن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم الينبوع الصافي لطالب الفقه، والدليل الهادي لباغي الصلاح، والمثل الأعلى للأسلوب البليغ، والدستور الشامل لكل شعب الخير. والسيرة النبوية وسير الصحابة وتاريخهم رضي الله عنهم من أقوى مصادر القوة الإيمانية والعاطفة الدينية التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان، وتشتعل بها مجامر القلوب التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مهاب الرياح والعواصف المادية، والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها، وأصبحت جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.